ريال مدريد يدخل بقوة في صفقة نجم ألمانيا. باريس سان جيرمان يريد خطف إندريك من الريال بخطة جهنمية. زيدان يفاجئ الجميع بتصريح غير متوقع عن نجوم ريال مدريد. السلام عليكم أصدقائي، هذه أبرز عناوين نشرة أخبار اليوم. وإذا كنت من محبي ريال مدريد لا تنسى الإعجاب بالنشرة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد يوميا. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الجناح البرازيلي رودريغو يواجه تحديا صعبا داخل ريال مدريد في ظل الأرقام التهديفية الهائلة التي يحققها الفرنسي كيليان مبابي منذ وصوله إلى الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يحتاج فقط إلى 10 أهداف إضافية ليعادل حصيلة رودريغو التهديفية مع ريال مدريد، والتي تبلغ 68 هدفا أحرزها على مدار 7 مواسم. في المقابل وصل مبابي إلى 58 هدفا خلال أقل من موسم وربع منذ انتقاله إلى النادي، ما يعكس الفارق الكبير في الفاعلية أمام المرمى ويؤكد سرعة تأقلمه في سانتياغو برنابيو. ووصفت ماركا هذه الأرقام بأنها جرس إنذار لمنافسي مبابي داخل الفريق، مشيرة إلى أن استمرار هذا المعدل قد يجعل النجم الفرنسي يتصدر ترتيب هداف النادي الجدد خلال فترة قياسية. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، يعلم فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد أنه لم يقدم أفضل أداء له هذا الموسم، ويأمل في استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة. بعد قضاء فترة التوقف الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد، ركز فالفيردي على الاستراحة واستعادة الطاقة استعدادا لتحسين أدائه مع الفريق خلال المباريات المقبلة. اللاعب يسعى لإظهار قدراته مجددا والمساهمة بشكل فعال في انتصارات ريال مدريد وتعويض ما شعر أنه لم يقدمه حتى الآن. يذكر أن فالفيردي شارك مع ريال في 9 مباريات هذا الموسم وقدم 3 تمريرات حاسمة. شارك زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد السابق كلاعب ومدرب في مهرجان ديلو سبورت الذي تنظمه صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، حيث تحدث عن أبرز لحظات مسيرته وإنجازاته مع الفريق الملكي. وتطرق زيدان الفائز ب3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا إلى أفضل لحظاته بعد كأس العالم، مؤكدا: أفضل لحظة كانت مباراتنا الثانية في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس. أداؤنا في الشوط الثاني كان مذهلا حقا، شاهدته 4-5 مرات، ودائما أقول هذه هي كرة القدم، إنه الكمال. وعند سؤاله عن إمكانية تدريب كريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش من جديد، رد زيدان قائلا: سأدرب كليهما، لا أستطيع الاختيار لأنني أحببتهما. كراوس وبنزيما أيضا، كان لدي بعض اللاعبين يا إلهي مذهلون، كان من الرائع تدريبهم ومشاهدتهم يتدربون. مودريتش، كروس، إيسكو، كريم، رودريغو لم يفقدوا الكرة أبدا، مذهلون. تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عن الفارق بين ناديه الحالي وناديه السابق باريس سان جيرمان. وكان مبابي قد أنهى تجربته في باريس سان جيرمان في صيف 2024، وانتقل بعدها إلى ريال مدريد، منهيا جدلا كبيرا واكب هذه الخطوة في مسيرته. وقال مبابي في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: الفارق الوحيد بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان هو أن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم. وتابع: هنا أنت تقول لنفسك أنا في النادي الأفضل في العالم، ويجب أن أفوز، ويجب أن أكون نموذجا يقتدى به لزملائي ولجمهوري. وكانت العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي قد وصلت إلى طريق مسدود قبل الانتقال لريال مدريد، ووصل الأمر بعد افتراق المسارات إلى درجة اللجوء للمحكمة في أزمة المستحقات المالية المتأخرة. ويبلغ مبابي من العمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2029. ولعب مبابي بقميص الفريق الأول لنادي ريال مدريد في 69 مباراة، سجل فيهم 58 هدفا وصنع 7 أهداف. أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التعاقد مع الدولي البرازيلي إندريك مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.
اللاعب البرازيلي الشاب عانى من نقص في دقائق اللعب تحت قيادة الإسباني تشافي ألونسو المدير الفني للفريق الملكي هذا الموسم. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان أبدى اهتماما بالتعاقد مع إندريك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وواصلت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي يدرس إمكانية إعارة المهاجم البرازيلي لمنحه المزيد من دقائق اللعب. وتابعت سبورت أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي. وشددت الصحيفة الإسبانية على أن النادي الفرنسي كان يتابع المهاجم البرازيلي منذ أن كان لاعبا في بالميراس قبل أن يضمن ريال مدريد التعاقد معه. وأشارت سبورت إلى أن ريال سوسيداد وفالنسيا مهتمان أيضا بضم إندريك، فيما تواصل ويست هام يونايتد مع الميرنجي لاستكشاف إمكانية استعارته في يناير. وأنهت الصحيفة الإسبانية أن إندريك لا يزال يركز على ريال مدريد، فهو لا يبدي رغبة في الرحيل بشكل نهائي عن الميرنجي، كما أن اللوس بلانكوس واضح في عدم نيته بيع المهاجم الشاب. ويستمر تعاقد النجم البرازيلي مع الميرنجي حتى صيف عام 2030. ترغب إدارة ريال مدريد في التعاقد مع الظهير الألماني الشاب ناثانييل براون لاعب أينتراخت فرانكفورت، ويأتي اهتمام ريال مدريد بالنجم الشاب في إطار رغبة الإدارة في تقوية الصفوف خلال الفترة المقبلة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد لن يكون وحيدا في سباق الوصول لتوقيع ناثانييل براون. وأشار التقرير إلى أن اللاعب الألماني الموهوب جذب اهتمام ناديي أرسنال ومانشستر سيتي، وتبلغ القيمة السوقية للنجم الشاب حاجز 22 مليون يورو. وستجيب الفترة المقبلة عن السؤال بشأن وجهته الجديدة. وسيكون على ريال مدريد إقناع فرانكفورت بعرض مالي مناسب للحصول على موافقته على الصفقة. وسيكون على الإدارة أيضا إقناع اللاعب بجدوى انضمامه لمشروع تشافي في العاصمة الإسبانية. ويبلغ ناثانييل براون من العمر 22 سنة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وينتهي عقده مع فرانكفورت في يونيو 2030. ولعب براون بقميص الفريق الأول لنادي فرانكفورت في 41 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 9 أهداف، ويملك مباراة واحدة مع منتخب ألمانيا الأول. أفادت تقارير صحفية أبرزها صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب لاعب وسط كريستال بالاس الشاب آدم وارتون تمهيدا لانتقال محتمل في الصيف المقبل. وذكرت الصحيفة أن إدارة الكشافة في النادي الإسباني تقدر لاعب 21 عاما تقديرا عاليا، وترى فيه إضافة قوية وطويلة الأمد لتشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. وافتتح وارتون مسيرته مع كريستال بالاس بإظهار قدرات كبيرة على التحكم بالكرة ورؤية ممتازة للملعب، ما جعله سريعا أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتوقع أن تصل قيمة وارتون السوقية إلى نحو 60 مليون يورو أو أكثر، ما يعني أن ريال مدريد سيحتاج إلى استثمار كبير لتأمين الصفقة.